السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال يا رب، اللهم امين. نفسك بقى تعملي كيك وتطلع معاكي هشة وكمان مرتفعة ولونها موحد زي كده؟ يبقى في شوية حاجات بسيطة جدا ولكن هتفرق معاكي علشان تعملي كيك وتطلع معاكي يعني بشكل احترافي حتى لو اول مرة هتعمليها. انا عايزه اقول لكم ان الكيك مش مجرد مقادير وخلاص، لا خالص. عشان كده هعملها معاكم النهارده بطريقه يعني من كتر ما هي سهله ولكن هتطلع معاكي خطيره وبشكل احترافي. وكمان هنضيف مكون واحد بس قبل ما ندخل الكيك بتاعنا الفرن، هيخليها تطلع معاكي هشه وبالارتفاع والجمال ده. الكيكه بتاعتنا النهارده هشه جدا وقطنيه وشبه القطن، خفيفه جدا زي ما انتم شايفين. وعايزه اقول لكم يعني اسفنجيه وطعمها بجد في منتهى الجمال. امان عليكي لو الفيديو عجبك تدعي لوالدتي بالرحمه والجميع موتانا. وتعالوا بقى نشوف عملنا الكيك القمر دي ازاي. بس الاول خلينا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم امي وجميع موتانا والعالم كله يكون بخير يا رب العالمين. اول حاجه هنحضر المكونات السائله، واهم حاجه طبعا تكوني محضره كل المكونات بره التلاجة. دول 3 بيضات حجمهم وسط، ولو البيض عندك حجمه كبير استخدمي بيضتين بس. ضيفي عليهم بقى باكت فانيليا، ولو عندك فانيليا سايلة حطي ربع معلقة صغيرة مش أكتر من كده. طبعا الفانيليا مهمة جدا علشان زفارة البيض. بعد كده بقى زودي على البيض والفانيليا كوباية ونص من السكر. أنا هستخدم المج بتاع الشاي العادي خالص، أو الكوباية المعيارية العادية اللي موجودة عندنا في المطبخ، هي نفس المعيار بتاع المج اللي بشتغل بيه. أهم حاجة الكوباية اللي هتشتغلي بيها هي هتشتغلي بيها كل المكونات. استخدمت كوباية ونص من السكر الحبيبات، يعني مش لازم يكون السكر بتاعك ناعم، ياريت بس يكون السكر لونه فاتح، لان ده طبعا من ضمن اسباب لون الكيك. الكيك بتاعك النهارده يعني هنعمله بالخلاط، وممكن كمان نشتغل بالمضرب السلك اليدوي مفيش اي مشكله. ولكن انا استخدمت الهاند بلندر علشان يعني يكون اوضح معاكم في التصوير. استخدمي الخلاط هو نفس النتيجه. المهم لازم تضربي او تخلطي كويس جدا السكر لحد ما يدوب مع البيض، ما يكونش بقى للسكر اي اثر. هخلطهم مع بعض كويس كده، ونفس بقى المج او الكوباية اللي عايرنا بيها السكر هنعاير بيها الزيت. بس هحط كوباية الا ربع بس من الزيت، يبقى انا حطيت كوباية ونص من السكر وكوباية الا ربع من الزيت. طبعا هسيب لكم كل المكونات والمقادير في صندوق الوصف تحت الفيديو. بس خلي بالك برضو الزيت بتاعك لازم يكون جودته كويسة جدا وملوش اي ريحة، علشان لو هو غامق هيغمق الكيكة معاكي جدا. طبعا لو ليه ريحة او ريحته وحشة ده هيأثر جدا على طعم الكيك. هنخلط بقى كل المكونات دي مع بعض، وهنضيف الزيت عليهم بالشكل ده، وهنرجع بقى نضرب الخليط مع بعض من تاني. طبعا هتلاقي لونه فتح معاكي بالشكل ده. اخر حاجة بقى دي كوباية لبن او حليب، بس دي كوباية بقى لبن رايب. يعني كان عندي حليب او لبن وراب مني، فانا بحب اعمل كيك بصراحة باللبن الرايب. سخنتها على النار حاجة بسيطة خالص، ولو مفيش عندك لبن رايب استخدمي اللبن العادي مفيش اي مشكلة، هيديكي نفس النتيجة. معايا بقى المكون السحري بتاع الكيك بتاعنا النهارده، ويعني سر ارتفاعها اللي شفته في اول الفيديو. عصير نص ليمونه. انا هعصر على الخليط يعني اللي عملته معاكم ده نص ليمونه. عايزه اقولك فص الليمونه ده بقى هو اللي خلى الكيك اللهم بارك بجد ما شاء الله مرتفعه جدا ولونها موحد وجميل. هتلاحظي كمان اول ما تعصريها هتعمل معاكي فوران، وهتلاقي كده الخليط نفسه حجمه زاد. طبعا هي بتعمل فوران، الفوران ده هيخليها تعلى يعني اثناء التسويه. بعدين هنبدأ بقى نضرب كويس قوي لحد القوام ما يبقى فاتح، وبعد كده ننزل بقى بالدقيق بتاعنا. نفس المج برضو او الكوباية اللي بتعايري بيها كل المكونات هتعايري بيها كوبايتين من الدقيق، والكوباية تكون مليانة وممسوحة بالشكل ده، يعني ما تكتميش الدقيق وانت بتعايري في قلب المج بتاعك. انا بعمل الكيكة النهاردة يا جماعة بدقيق سايب اسمه بشاير. طبعا الدقيق ده بشتريه معاكم في فيديو المشتريات، وبقول لكم ان هو جميع الاستخدامات. تقدري طبعا تستخدمي يعني نوع الدقيق اللي بتحبيه، ولكن تكوني متأكدة ان هو جميع الاستخدامات او تخصص يعني حلويات. طبعا نخلته قبل ما اشتغل معاكم، وهنخله كمان مرة كمان، يعني نخلته مرة وهنخله مرة تانية. لازم طبعا تنخليه علشان ده بيخلي الكيكة يدخل لها هوا، وكمان بيخليها بترتفع. هضيف على الدقيق معلقتين كبار كده من النشا، وكمان هاخد كيس بيكنج باودر 16 جرام. طبعا لو الكيس بتاعك مكتوب عليه تقريبا 23 او 26 يبقى تاخدي منه معلقة كبيرة بس. خلي بالك طبعا علشان يعني البيكنج باودر لما بيكون زيادة عن اللزوم بيخلي الكيكة بتاعتك ترتفع فجأة ومرة واحدة تلاقيها هبطت منك.
علشان كده خلي بالك وبصي على الكيس بتاع البيكنج باودر، لو مكتوب عليه 16 جرام تمام قوي حطيه كله. اكتر من كده حطي معلقه هرميه تكون مليانه. هضيف عليهم كمان ربع معلقه كده من الملح، طبعا دي مهمه جدا جدا في اي مخبوزات بقى او حلويات علشان بتعادل الطعم. طيب في المرحله دي بقى هنستغنى عن الخلاط خالص، بالسباتيول بقى وبالمضرب السلكي بتاعك هنبدا بقى كده يعني نضرب الخليط كويس جدا لحد بقى قد ايه ما يختفي، والمكونات طبعا كلها تندمج مع بعضها كويس قوي. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو بتمنى كده تحطي لايك للفيديو، وكمان ما تنسيش الكومنت القمر اللي دايما بنصلي بيه على الرسول وناخد الاجر والثواب مع بعض. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عايزه اقولك اهم حاجه كده تمشي بالمضرب يعني في اتجاه واحد زي ما بعمل كده بالظبط، سواء بقى على اليمين او على الشمال، يعني مش بشكل عشوائي. هتمشي يمين يبقى تكملي بقى الخفق بتاعك يمين او شمال، ولكن ما تروحيش وتيجي كده عشوائي، ده غلط جدا. معلقتين النشا كمان اللي حطيناهم يعني هم زي محسن الكيك بالظبط، هيخلي قوام الكيكه بتاعتك ناعمه جدا وكمان اسفنجيه. يعني هتبقى زي التورته بالظبط، قوامها هيبقى زي قوام الكيك الاسفنجي بتاع التورته. والقوام كده خليه وسط، علشان طبعا لو خفيف يعني هتلاقي الكيكه بتاعتك تعلى معاكي بسرعه ومره واحده تهبط، ولو تقلتي قوامها جدا هتطلع برضو معاكي مكتومه. علشان كده القوام يعني لازم يبقى وسط بالشكل ده، شايفين زي قوام المهلبيه بالظبط، علشان كمان الفراغات تبقى متوزعه كويس جدا في قلب الخليط. شايفين هو ده القوام المظبوط اللي هيخليها معانا ولا مكتومة ولا يعني تعلى وتنزل مرة واحدة، بيبقى قوامها بالشكل ده والمسام بتاعتها متوزعة او الفراغات زي ما انتم شايفين كده. طيب هتبطني بقى الصينية بتاعتك في الوقت ده على طول بحتة سمنة كده او حتة زبدة، طبعا المتوفر عندك، بس يستحسن يعني سمنة او زبدة بلاش زيت. اديني بقى قلب الصينيه كده والجناب بتاعتها كويس قوي علشان الكيكه كده ما تلزقش وكمان تخرج معاكي بسهوله لو حبيتي تقلبيها. بعد كده بقى رشه دقيق هتبطنيها بيها و... وتاخدي بقى الصينيه بتاعتي كده بعد ما تبطنيها كويس كده برضو برشه الدقيق من كل الجناب ومن قلب الصينيه، هتنفضيها كويس قوي. يا ريت لو كمان تعملوا الخطوه دي في قبل يعني قبل ما تبداوا في اي تحضير، قبل ما تحضروا قصدي كل المكونات تبطنوا الصينيه، لان كل ما بطنتيها وسبتيها كده على جنب كل ما اديتك يعني لون حلو جدا لقعر الكيك من تحت. هاخد بقى الدقيق الزياده ده وهروح بقى يعني افضيه كده من قلب الصينيه علشان اتخلص من اي دقيق فيه زيادات. وبس كده. حاجه مهمه كمان، وانا يعني بجيب الصينيه في الوقت ده شغلت الفرن من تحت بس، يعني بلاش تشغليه من قبلها بكتير علشان ده يعني هيخلي الكيكه بتاعتك كده ترفع مره واحده ومره واحده تلاقيها هبطت منك. هفضي بقى قالب يعني كميه الخليط كلها بالشكل ده في قلب الصينيه. ما شاء الله زي ما انتم شايفين القوام نازل معايا كريمي وناعم وجميل جدا من قبل حتى ما ندخلها الفرن. طبعا لازم يعني ننزل كل الكميه كده علشان دي طبعا مقادير، ما ينفعش بقى نسيب حاجه علشان كمان تطلع المقادير بتاعتنا مظبوطه. خلة بقى او يعني عصاية من عصيان الشيش طاووق، وهنوزع كده الهواء في كل مكان علشان الفراغات كمان تبقى متوزعة كويس والكيكة ما تعلاش بقى من جنب والجنب التاني لا. الحركة دي حلوة جدا جدا يعني انا بفضلها بصراحة عن ان انا اخبط الصينية على الرخامة. لا بجد الطريقة دي يعني تجارب سنين والله يا بنات، انا بعملها دايما وما شاء الله مفيش ولا مرة اللهم بارك يعني الكيكة غير لما بتطلع معايا ناجحة ومرتفعة وجميلة جدا. كل اللي جربها بنفس الطريقة بجد بيدعيلي عليها. دخلتها بقى على فرن يعني سخن من قبلها بحوالي 5 دقايق زي ما اتفقنا، والنار كده تكون يعني مشغلاها من تحت بس على درجة حرارة 170. طبعا لو الفرن بتاعك يعني بطيء شوية خليها على 180 درجة، وعلشان تفضل معاكي بنفس الارتفاع ده بعد ما تطفي عليها هتسيبيها كده حوالي نص ساعة بس تكوني مواربة يعني باب الفرن حاجة بسيطة خالص، علشان يعني سخونية الفرن ما تخرجش مرة واحدة والكيك يتعرض للهواء على طول. ولكن انا علشان برضو التصوير وعايزة اقطعها معاكم
واكمل الفيديو طلعتها على طول. بس هي ما شاء الله برضو اللهم بارك عالية وجميلة جدا جدا. لكن لو كنت سبتها نص ساعة، الحبة الصغيرين اللي هبطوا على الوش يعني على الوش دولت ما كانوش هبطوا، ولكن هي ما شاء الله بالنسبة لي عالية ومرتفعة ومرضية جدا. انتي بقى سيبيها تبرد خالص وهتبقى اعلى واحلى من كده كمان بكتير. واهم حاجه ما تغيبهاش في الفرن وهو شغال، علشان كمان ما تطلعش معاكي ناشفه وفي نفس الوقت قلبها يغمق. الكيك كل ما يعني ما سيبناه مده طويله جوه الفرن بعد ما يخلص التسويه بتاعته هتلاقيه يغمق معاكي، حتى لو كانت المقادير والمكونات بتاعتك مظبوطه. وبرضو ما تشغليش الفرن قبلها بمده، علشان ده برضو يعني من اهم اسباب هبوط الكيك. بشوف ناس كتير بتشغل الفرن اول ما تبدا في المكونات او من قبل حتى ما تبدا. لا بجد ده غلط خالص. هتدخلي الكيكه بتاعتك على فرن هيكون سخن جدا، اول ما هتحطيها بقى هتلاقيها تعلى معاكي مره واحده، وبعدين فجاه هتلاقيها تهبط وخلاص مش هتعلى معاكي تاني. بجد يعني إضافة الليمون مع النشا سبب يعني رئيسي في أسباب نجاح الكيك النهاردة، وكمان لونها الأبيض الفاتح الجميل ده. ده غير طبعا طريقة التسوية المظبوطة اللي بتكلم معاكم فيها. بجد لو مشيتم على الخطوات والمقادير والحاجات البسيطة خالص اللي بنتكلم فيها دي، إن شاء الله هتطلع معاكي الكيكة زي ما انتم شايفين، خفيفة وعالية وهشة بجد زي القطن بالظبط. شايفين؟ يعني اللهم بارك، بضغط عليها اسفنجية خالص كأنها كده قطعة جاتوه، من كتر ما هي خفيفة. كمان عايزة اقول لكم يعني حقيقي بتدوب في البق حرفيا. انا بجد نفسي كلكم تدوقوا قد ايه هي جميلة وفي نفس الوقت خفيفة وجميلة جدا. عايزة اقول لكم ان هي كمان تنفع يعني تشتغلوا فيها كجاتوه او تورت. بس اهم حاجة طبعا تسيبيها تبرد لحد تاني يوم، وبعدين تقسميها بقى وتحشيها الحشوة اللي انت محتاجاها. بس حقيقي هي لوحدها كده مش محتاجة اي حاجة، جميلة جدا، طعمها في منتهى الجمال. نفسي بجد كلكم تجربوها، ان شاء الله هتجربوها وكمان هتدعولي عليها. اعمليها بقى الصبح كده على الفطار او بالليل على العشاء مع كوباية شاي بحليب، وان شاء الله مش هتغيري طريقتك فيها ابدا. حطي لايك للفيديو لو عجبك، وكمان ما تنسيش تشتركي في القناة علشان توصلي كل فيديوهاتي وتشوفيني على طول. اسيبكم في حفظ الله، مع السلامة.